فاللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا صبر لنا على البلاء، ولا قوة لنا على الفقر، فلا تحجب عنا رزقنا بذنوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى هعمل لكم أحلى جبنة ممكن تعمليها أو تدوقيها بطريقة سهلة جدا وبسيطة خالص، من غير منفعة ولا خل ولا أي إضافات. أول حاجة هنعملها، هنجيب حلة أو طاجن، لو عندك طاجن تسخني الحلة على النار عشان خاطر ان احنا نعقمها ما يكونش فيها اي مية ولا اي حاجة. بعد كده جبت 2 كيلو لبن على حسب الكمية اللي انت تحبيها، عايزة 2 عايزة اكتر انت وراحتك يعني. انا عملت في 2 كيلو لبن. وبعد كده طبعا اللبن ده انا جايباه اول ما جبته من عند اللبان عملته على طول، ولازم يكون لبان كويس علشان خاطر يديني نتيجة كويسة للجبنة، ويكون اللبن دسم بتاعي. طب لو اللبن بتاعي موجود في التلاجة وساقع هعمل ايه؟ هضطر ان انا ادفيه شوية على النار يدوبك يدفى زي دمع العين، مش اكتر من كده. بعد كده تاني خطوة ان انا دفيت الفرن وضفت فيه اللبن بتاعي، غطيته بفوطة كده كويسة وحطيته في الفرن لحد تاني يوم، يعني هيفضل في الفرن 24 ساعة. نفس الوقت اللي انا حطيته في الفرن نفس الوقت اللي هخرجه منه تاني يوم. وهنا تاني يوم جبت اللبن بتاعي تماسك وعمل جبنة جميلة وعمل قشطة، بس لسه طري شوية، علشان كده انا هضيفه يوم كمان في التلاجة. امشي على الخطوات عشان يديك نتيجة كويسة. انا سبته يوم كامل وتاني يوم خرجته من التلاجة. بصراحة لقيت القشطة بتاعته عملت لي كمية جميلة جدا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا القشطة معايا جميلة وطعمها جميل جدا وسمكها برضو كويس. عملت لي حوالي ربع كيلو قشطة. 2 كيلو لبن طلعت منهم ربع كيلو قشطة، وده طبعا على حسب اللبان اللي انتي بتجيبي منه. لو اللبن دسم وكويس هيديكي نتيجة كويسة، ممكن كمان يطلع اكتر من كده. انا لميت كل القشطة بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وهضيفها في طبق لوحدها عشان خاطر اعمل الجبنة. وخلي بالك وانتي بتشيلي القشطة عشان ما تجيش معاها جبنة. طريقة سهلة وبسيطة جدا. وطبعا ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب عشان اقدر افيدك بكل حاجة جديدة. وهنا بعد ما شلت القشطة كلها هبدأ بقى ان انا اعمل الجبنة. بص هنا بقى بوريكي كمية القشطة اللي انا طلعتها من اللبن، جميلة وممتازة بصراحة وطعمها جميل جدا. بعد كده بقى انا هقطع الجبنة زي ما انتوا شايفين عشان خاطر اوريها لك. الخرطة بتاعتها جميلة جدا وطرية، وبصراحة كانت النتيجة ممتازة جدا، وان شاء الله تعجبكم كلكم. بس امشي معايا بنفس الخطوات اللي بقولك عليها. بعد كده هجيب طبق وهجيب مصفى عندي علشان هضيف فيها الجبنة، وهجيب قطعة شاش، اي قماشة شاش عندك عشان هنضيف فيها الجبنة. وهنا بقى هبدأ ان انا اضيف معلقة ملح كبيرة، اقلبها بالراحة كده في الجبنة عشان خاطر الملح يدوب في كل جزء فيها. هنا بقى هبدأ ان انا اخد الجبنة وهضيفها في الشاش اللي تحتيه المصفى عشان خاطر انزل الشرش منها، لان لازم نفصل الشرش عن الجبنة. بعد كده هجيب نص معلقة ملح وهضيفها تاني على الجبنة عشان كل قطعة يبقى الملح جه فيها. وطبعا على حسب انت ما بتحبي تخلي الجبنة حادقة اسطنبولي زي ما انت عايزاها ملح خفيف برضو زي ما تحبي. بس كانت كمية الملح اللي انا ضفتها دي كانت مناسبة بالنسبة للجبنة. بعد ما ضفت كل كمية الجبنة
هضيف عليها نص معلقة ملح تاني، يبقى انا ضفت معلقتين ملح كبار. وهبدأ ان انا اقلبها بالراحة كده في الجبنة علشان كلها يبقى طعم واحد. هغطي الجبنة بالشاش زي ما انتوا شايفين كده من كل الاتجاهات، وهبدأ اضيف عليها حاجة تقيلة او حمل يعني علشان خاطر تنزل كل الشرش اللي فيها. انا ضفت طبق وحطيت فوقيه كيس رز، كيس سكر، اي حاجة تقيلة عندك عشان خاطر تنزل الشرش منها. وهبدأ اضيفها في التلاجة وهسيبها حوالي 5-6 ساعات لحد ما الشرش بتاعها ينزل كله. وهنا خرجتها من التلاجة لقيتها صفت الشرش اللي فيها وبقت الجبنة كمية الشرش اللي نزلت من الجبنة. هبدأ بقى ان انا اوريكم الجبنة، هشيلها من الشاش واوريها لك في الطبق. صراحة كان طعمها جميل جدا وحاجة نظيفة ومضمونة وانت بتعمليها بايدك لولادك. وطبعا مفيش بيت بيستغنى عن الجبنة، فانا حبيت اجيب لكم اسهل طريقة ليها. وهنا اقطع الجبنة واوريها لكم طرية وجميلة وبتدوب كده على طول زي ما انتوا شايفين كده. قطعيها بقى الحجم اللي يعجبك وابدأي ان انتي ضيفيها عندك. وهنا بوريها لك بيضة وجميلة وطرية جدا، بتتفرد بكل سهولة في السندوتش. يعني مش هقولك ان هي بقى ناشفة ولا حاجة، لا طرية جدا زي ما انتوا شايفين. وطعمها كان جميل جدا وعجبهم كلهم. وهنا بوريك القشطة كان طعمها جميل جدا وبصوا تقيلة وجميلة بصراحة. النتيجة كانت ممتازة الحمد لله. هنا بقى هبدأ اوريك ان انت ممكن تحافظي على الجبنة ازاي. لو انت عاملة كمية مثلا كبيرة وعايزة تخلي جزء وتشيلي جزء، هتجيبي كيس تحاولي ان انت تقصي كده الحتة المقفولة اللي فيه وتفتحي، يعني تفتحي الكيس زي المنديل. هاخد جزء من الجبنة اللي انت قطعتيها وهبدأ ان انا اطبقها في الكيس بالشكل ده. وهجيب علبة بلاستيك عندي كويسة بغطا وهحط فيها قطعة الجبنة. بنفس الطريقة هعمل الجبنة في الكيس وهطبقها زي ما بتجيبيها بالظبط من عند اي محل. وهبدأ ان انا اطبقها واشيلها في نفس العلبة. لو انت حابة تشيليها على كده تغطيها وتشيلها في الفريزر برضو هتبقى تمام وكويسة معاكي. لو حابة تضيفي عليها الشرش يحفظها لك اكتر برضو مفيش مشكلة، ضيفي عليها كمية الشرش وغطي بيها وشيليها في التلاجة. طريقة سهلة وجميلة ومفيش ابسط من كده، واتمنى انها تعجبكم كلكم. شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في التعلق بخلقك لقضاء حاجاتنا، وتول أنت كفايتنا، وانظر إلينا بعين الإحسان في جميع أمورنا، فبفضلك اللهم استغنينا، وبجودك يا ربنا أصبحنا وأمسينا.